بيخاف من الذخيرة يمشي الجزيرة. ألف حبابكم طن والله بين ناس الخرطوم وجميع سكان الخرطوم. تعال الجزيرة بتلقى الأمان، بتلقى أي حاجة كويس. ونحن ناس الجزيرة بنخاف من الذخيرة هاي، لكن بنمسك جميع سكان الخرطوم، بنمسكهم في ولاية الجزيرة، والحمد لله لحد الآن ما في زول جا ورجعناه. والقاعدين هناك تعالوا ما حترجعوا، مهما كان ما حترجعوا. لو نطلع نخلي لكم بيوتنا ما حترجعوا. وتعالوا هنا شوفوا بتلقوا الأمان ولا ما بتلقوا الأمان، لأنه نحن بنخاف من الحرب. نحن مش ناس الجزيرة قلتوا بيخافوا من الذخيرة، نحن بنخاف من الحرب. وبنرجع نقول 1000 مرة لا للحرب، لا للحرب. كويس. انت فاكر الحرب دي كويسة؟ الحرب دي ما كويسة، دمار. دمار يا أخي، دي دمار دولة كاملة يا أخي. أنا أديك أبسط مثل كويس. الجيش والدعم السريع، أنا بقول لكم والله مهما عملتوا ومهما شفتوا الفاز فيكم خسران، مهما كان خسران. ليه؟ الجيش بكرة ممكن يرجع يسدد الخسارة حقته من صندوق الدولة. الدعم السريع بكرة برجع في الجبل حقه كويس. لكن وروني المواطن المسكين كويس، المواطن المسكين اللي اخوه مات في الشارع، بيلقاه وين تاني؟ بيلقاه وين؟ ما حيلقاه كويس. وروني الزول اللي عنده دكان في الشارع اتكسر كويس وبضاعته اتشتتت، اللي بيرجع بدي قروش عشان يعمل له دكان ويأكل اولاده منه، ما حيلقى زول، ولا الدولة حتديه ولا في زول حيديه. هي الدولة ما قادرة تأكل اصلا كويس. وروني المساكين بتاعين البتراين اللي عندهم تلفونات بيلقطوا بيعوا بتلفون وتلفونين كويس، عايشين على الحاجة البسيطة، بياكلوا أهلهم. دكاكين السرقت، البترينات السرقت، برجع لهم حقهم منو؟ ما في زول برجع لهم كويس. وروني في ناس مساكين نايمين في بيوتهم جوا، نايمين. جات دانات، جات طلق، جات مين كسرت لهم بيوتهم، دمرت لهم أي حاجة. ديل اللي بيسدد لهم الخسائر حقتهم منو؟ ما في زول كويس، ولا الدولة هتعاين لهم ولا في زول هيعاين لهم. عشان كده نحن بنقول لا للحرب، لا للحرب كويس. هاي تقول نحن ناس الجزيرة بنخاف من الذخيرة، لكن امورنا ما دورنا في الجزيرة مشكلة بتاعت قبلية، ولا مشكلة بتاعت حكومة، ولا مشكلة حاجات زي دي. امورنا في الجزيرة ما دورنا حاجة زي دي. الحمد لله نحن ناس مسالمين وناس اخوان، وبناكل وبنشرب سوا، ولحد الآن عايشين سوا جميع القبائل.